شوفوا كيف بخلي طلبيتي هذه اللي ب2650 ريال تصير بصفر ريال. اول ما اضغط على علامة الدفع يا بنات تصير طلبيتي بصفر. شايفين؟ لا هو انا اللي دفعت عن طريق الدفع عند الاستلام ولا البطاقة ولا تمارا ولا فيزا ولا اي شيء. شوفوا هذه هي طلبيتي بصفر ريال من غير ما ادفع على ريال يا بنات، واتممها الان معكم. شوفوا هذه هي طلبيتي متابعة. شوفوا كيف على طول تمم لي الطلبية. شوفوا حتى يقول لي تم الدفع بنجاح. هل أنا دفعت شيء؟ لا. هذه هي بنات 23 قطعة بصفر ريال، صارت قيد التجهيز اللي تمت عملية الدفع. هل أنا دفعت شيء يا بنات معكم؟ ما دفعت ولا ريال، والله ما دفعت شيء، لا عن طريق الدفع عند الاستلام ولا البطاقة ولا أي شيء، دفعت عن طريق المحفظة. طيب المحفظة هذه إيش؟ هل فيها فلوسي؟ لا، ما فيها ولا ريال من جيبي أبدا. هذه المحفظة موجودة في شيئين هو يعبي محفظتي مبالغ أنا أبغاه. الكل يا بنات يقدر يعبي محفظته من شيء من غير ما يدفع على ريال، مو إنكم تطلبون بعدين تسترجعون بعدين المبلغ استرجاع يروح في محفظتكم. لا 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 لا، المبلغ يجي في محفظتكم من غير ما تسوون هذا كامل، حتى يكون حسابكم جديد. تعرف يعني جديد؟ يعني ما قد طلبتوا فيه ولا مرة، على طول تدخلون على شيء تلاقون في محفظتكم مبلغ تروحون تطلبون فيه إيش ما تبون. تعالوا أوريكم أنا كم كان في محفظتي وطلبت ب2650. شايفين هذه هي محفظتي. طبعا أنا هذا هو مبلغ طلبي اللي طلبته قبل شيء معكم. طيب الرصيد اللي أول اللي طلبت فيه من وين جاني؟ شايفين مكافأة اللعبة. شايفين؟ تخيلين إنه في لعبة موجودة في شيء تلعبونها، بمجرد ما إنكم تلعبونها في كل شوط تربحونها يجيكم مبلغ في محفظتكم. متخيلين؟ مبلغ طبعا ما تقدرون تسحبونه وتشترون فيه من برا، لا بس تطلبون فيه من داخل شيء. متخيلين؟ وتوصلكم إيش ما تبغون، إيش ما في خاطركم. فشوفوا هنا الشوط الأول ربحت 550 ريال، الشوط الثاني ربحت 900، الشوط الثالث 1200 رحت طلبت فيها قدامكم. يعني كل شيء واضح معكم. فتعالوا أوريكم أنا إيش سويت وكيف تدخلون هذه اللعبة. انتبهوا يا بنات، دخولكم للعبة أهم منكم تلعبون. طبعا تلعبونها حتى هو مهم، لكن انكم تدخلونها بالطريقة الصح مهم كمان. اول خطوه عشان تطلبون ببلاش يا بنات هو انكم تحذفون شيء وترجعون تحملون. شو انا محملتها بسوي له حذف وارجع احمله من اول جديد. هذه الخطوه الاولى، هي 3 خطوات يا بنات. الخطوه الاولى سهله علمتكم اياها، انكم تحذفونها وترجعون تحملونها. هذا لو كنتم محملينه من زمان، لكن اذا ما كنتم محملينه اساسا ولا منزلينه على جهازكم عادي روحوا حملوه طبيعي من غير ما تحذفون محملونه وتحذفونه وتحملونه. لا، بعد ما يتحمل شيء يا بنات تدخلون عليه. بعد ما تدخلون عليه شوفوا على طول نبغى ندخل على صفحة تسجيل الدخول عشان نسجل دخول في شيء بحساب جديد. ايش نسوي؟ شوفوا ننتظر شوية، مو نضغط. تجينا هذه الصفحة نضغط للذهاب للتسوق، بعدها جمع كل. تفتح معنا الآن صفحة تسجيل الدخول. نضغط على الاستمرار بجوجل يا بنات. الخيار الأول هذا هو الاستمرار بجوجل أو بجوجل اللي تقولونه. شوفوا إيش في الشاشة، أحس إنها تضبق أو هذيك شاشة تعكس. بعدها تفتح معكم حساباتكم موجودة في جوجل كاملة. يعني هو يقولكم اختاروا واحد من بين هذه الحسابات، لكن انتم لا تختاروا ولا اي حساب. انتبهوا، اضغطوا على اخر خيار اللي هو اضافة حساب اخر، هذا هو تضغطون عليه. بعدها يا بنات شوفوا انا كنت ماضي طبعا حساباتي بالورقة. المهم شوفوا ايش تفتح معكم هذه الصفحة. تضغطون على انشاء حساب اللي هنا، بعدها الاستخدامي الشخصي. بعدها يا بنات شوفوا اكتبوا اسمكم، تبغون تكتبون شيء عشوائي اكتبوا، تبغون تكتبون معلومات حقيقية اكتبوا بكيفكم. بعدين تكتبون ميلادكم، طبعا اللي تبغونه يا بنات تكتبون ميلادكم الحقيقي او الوهم. بعدين اختاروا واحد بين هذه الخيارين او تكتبون انشاء عنوان خاص فيكم. بعدها تكتبون هنا الآن كلمة مرور، أي كلمة مرور تبغونها. أهم شيء تكونون حافظينها يا بنات، عشان لو خرجتوا بالحساب بالغلط أو حذفتوه بالغلط أو غيرتوا جوالكم تقدرون ترجعون تاخذون حسابكم تحطونه في جوالها. بعد ما كتبت كلمة مرور أنا حافظتها تضغطون على التالي والتالي والتالي والتالي. خلاص الآن ما عاد يطلبكم شيء، بس تجلسون تضغطون على التالي 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 وافق. بيدخلكم بعدين على طول على صفحة شيئين الرئيسية. الآن يعتبرني كأني سجلت دخول، بس إيش بحساب جديد. تفتح معكم صفحة شيئين الرئيسية. هذه هي الآن إيش يا بنات؟ بقينا الخطوة الثالثة والأخيرة. أول شيء حذفنا شيء رجعنا حملناه. الخطوة الثانية أنشأنا حساب جديد في شيئين عن طريق جوجل. الخطوة الثالثة نروح بحث شيئين، نكتب يا بنات في بحث شيئين الكود اللي بخلينا نطلب بلاش، اللي بخلينا ندخل على اللعبة اللي بتخلينا نطلب بلاش. وين الكود؟ شوفوا كيف تدخلون على حسابي الرئيسي، هذا هو تأكد انكم فيه نفسه. المهم بعد ما تدخلون وين تلاقون الكود اللعبة، كنت أكتبه في البايو هنا، لكن شايفين كيف نو بايو. تضغطون الآن على صورتي اللي هو تدخلون على ستوري حقي أو القصة الخاصة فيني، هذه هي تضغطون على الصورة. بعدها شوفوا هذه الصورة تضغطون عليها. شوفوا على طول يطلع لكم الكود يا بنات. هذا هو كاتبت لكم كود شيء انه، بس انا مغطي على الكود بيدي لان التيك توك ما يسمح لي يا بنات اطلع الكود في المقطع الفيديو. فتاخذون الكود من القصة وتكتبونه وين؟ تكتبونه في بحث شيء يا بنات. هذا هو قدامكم ارقام.